النهاردة هنتكلم عن نبذة بسيطة عن مميزات الولادة الطبيعية. طبعا زمان كان مفيش غير الولادة الطبيعية، وكان لو الجنين وضعه مختلف أو الحوض ضيق أو أي مشاكل حصلت ما كانش فيه حاجة اسمها قيصرية، فبالتالي تلاقي الجنين منزلش والجنين يموت والأم تموت. فطبعا الحمد لله نعمة من عند ربنا بعد ما اكتشف الولادة القيصرية ان احنا دلوقتي الولاده القيصريه متاحه، لكن الولاده القيصريه ما تبقاش عماله على بطال، يعني ليها اماكنها. الولاده الطبيعيه مهمه جدا في الرضاعه الطبيعيه، لان عند الناس الولاده القيصريه بيبقى فيه تاخر شديد لنزول اللبن. يعني ده لميكانيزم بيحصل بعد الولاده الطبيعيه، بيحصل على طول تنبيه لغدد اللبنيه انها تكون اللبن على طول، بعكس الولاده القيصريه الموضوع بيتاخر شويه. فالولاده الطبيعيه مهمه قوي للرضاعه الطبيعيه، والرضاعه الطبيعيه مهمه يعني في حاجات مهمه جدا في الرضاعه الطبيعيه، اهم يعني مش موجوده في اللبن الصناعي، منها الخلايا المناعيه. الخلايا المناعيه طبعا احنا قلنا اللبن بيجي من الام للطفل، فكل الخلايا المناعيه اللي خدتها الام في حياتها بتتفرز في اللبن بتاعها، بياخدها الطفل يستخدمها وبتقوي المناعه بتاعته. دي مش موجوده في اي لبن صناعي مهما كان غالي. فطبعا الرضاعه الطبيعيه مهمه للطفل، طبعا مهمه، واحنا بنحب الطفل يرضع على الاقل 6 شهور من امه حتى لو اللبن ضعيف. يهمنا جدا الرضاعه الطبيعيه عشان الخلايا المناعيه اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب دي الميزه الوحيده للولاده الطبيعيه؟ لا طبعا، الولاده الطبيعيه بتريحنا وبتجنبنا فتح البطن. فتح البطن فيه مشكله، طبعا بيقلل قوه عضلات البطن في المنطقه دي، وبالتالي بيعمل ممكن يعمل فتاء سري حوالين المنطقه دي قدام، اللي بيؤدي ضعف عضلات البطن. فده بيجنبنا، الولاده الطبيعيه بتجنبنا الكلام ده. فدي حاجة برضو مهمة. الولادة القيصرية مهمة امتى بقى؟ لو لقينا الحوض ضيق بتاع الأم، وده خلاص الحوض ضيق، الراس مثلا مش، أو الحوض أحيانا مبيبقاش ضيق، متوسط، بس الدكتور مش مستريح إنه يقدر يشد العيل من المنطقة دي. ممكن العيل بقى وضع مش مظبوط، يعني المشيمة سابقة العيل، الحبل السري لافف على العيل، الحاجات دي كلها طبعا بتبان بالسونار. ممكن تلاقي العيل نازل بالمقعدة، العيل مستعرض. كل الأوضاع دي بتبقى عايزة ولادة قيصرية. طيب اللي ولدت قبل كده ولادة قيصرية ينفع بعد كده نجرب لها في الولادة التانية طبيعية؟ بس بضوابط معينة. يعني لازم تكون الولادة هنجرب لها نعمل لها ولاده طبيعي بس في مستشفى. ليه؟ لأن بيبقى عندها جرح قديم في الرحم نتيجة الولادة القيصرية الأولانية. بنخاف مع انقباض شديد الرحم الندبة أو الجرح ده يفتح، يحصل حاجة اسمها انفجار في الرحم. انفجار في الرحم ده بيبقى خطير جدا على الحياة، بيبقى نزيف شديد. ساعتها بنفتح قيصري ولازم نوقف النزيف ده، وتبقى محتاجة نقل دم. فالأم مادام محتاجة نقل دم فلازم تولد في مستشفى، لأن لو حصل الموضوع ده في عيادة عقبال ما نفكر ننقلها مستشفى لا قدر الله ممكن ما نلحقش، بنسبة كبيرة مش هنلحق. ولذلك يبقى ممكن الوالدة قبل كده ولادة طبيعي مرة تولد الوالدة ولادة قيصري مرة، ممكن تولد الولادة التانية طبيعي، ممكن، بس بالضوابط اللي قلنا عليها دي. تتابع كويس وفي الآخر بتولد قيصري في مستشفى تبع أي دكتور عشان تبقى مجهزة لا قدر الله لو حصل أي نزيف أو أي مشاكل. طيب اللي ولدت قبل كده مرتين بقى قيصري، لا خلاص هتولد قيصري بقيه الفتره. طيب اللي ولدت قيصري احسن اكبر عدد ممكن للولاده قد ايه؟ مش اكتر من 5 مرات، يعني من 4 ل5 مرات، مش اكتر من كده ابدا، لان بنبقى بعد كده بنخاف ان يحصل انفجار في الرحم قبل الولاده من كتر بقى الفتح الكتير. فزي ما قلنا الولاده دي من اهم الاسباب الولاده القيصريه.
طيب الولادة القيصرية ليها مزايا؟ طبعا ليها مزايا للزوج، لأن المنطقة الجهاز التناسلي للأم ما بيتفتحش الفتح التوسيع ده، وبالتالي بيفضل المهبل ضيق، وده بيريح الزوج أثناء الجماع، بعكس ما يبقى المهبل واسع بيضايقه. احنا كده قلنا نبذة مختصرة عن الولادة الطبيعي والقيصري ومميزات كل منها وأهم مميزات الرضاعة الطبيعية. نتمنى للجميع صحة جيدة، وأي موضوعات أو تعليقات عايزين موضوعات تفتحوها أو نتناقش فيها أو نسيرها، اكتبوا لنا اقتراحاتكم في التعليقات، وإن شاء الله نحضرها ونتكلم عنها. أتمنى للجميع صحة جيدة، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.